إبعاد الكرة من أمين للشبانة. ضربات الكرة في يديه، ضربات الكرة في يديه، والحكم يمنح ضربة الجزاء. ضربة الجزاء أظن زهير نعيم هو من يتكفل بتسديد ضربة الجزاء لصالح نادي المغاربة تطواني، من خلاله يبحث عن الهدف الأول وعن طريق نحو العبور نحو هدف أول في المواجهة. الكرة تسدد والحسن حظه، الحسن حظه، هذا عنده حظ يكسر الجبال اليوم، حظ كبير لزهير نعيم لما صد حمزة الحمودي. الكرة يعود مرة ثانية ليضع في مرمى اولمبيك اسفي، معلنا عن هدف اول في المواجهه، هدف لصفر للمغرب تطواني. ضربه الجزاء، حمزه الحمودي في المكان المناسب بعد الكره في مره اولى، غابت التغطيه الدفاعيه وزهير نعيم الحسن حظه. هذا لاعب محظوظ والحظ قد يسعفه في مرات كثيره لكي يحقق ما لم يحققه عبر التركيز. هنا اعاده التسديد، سدد كورته مشمعه بشكل ممتاز الحارس، وفي مره ثانيه يضعها في مرمى لوسيس، معلنا عن الهدف الاول لصالح المغرب التطواني. هدف قد يغير الكثير من المعطيات الفنيه لمباراه اليوم. رياكسيون من طرف لاعبي المغرب التطواني، هذه كره ممتازه، كره ممتازه، فين هي الفاعليه والهدف؟ الهدف والفاعليه تحضر في الجوله الاولى عبر حسام الدين السناجي، الذي كان سيفا عادلا حاسما اليوم، وهو يسجل هدفا ثانيا لفريقه في الجولة الأولى، مستغلا تحرك لاعبي اولمبيك اسفي بحثا عن هدف التعادل. أو المغرب التطواني يسترجع النجاعة الهجومية التي خصمته لمباريات كثيرة، وهو يسجل الهدف الثاني. ورسالة جماهير المغرب التطواني في المدرجات تجد أذانا صاغية من طرف لاعبي خط الهجوم، ويسجلون بذلك الهدف الثاني في الدقيقة 39. حسام الدين الساجي يحتفل ب